عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا أيها القادة. إخواني الكرام، الأسبوع الماضي بدأت عملية وهجمة اختراقات للجوالات، واخترق كثير من الشباب. الآن قبل شوي جاني اتصال من رقم سعودي، لكنه يبدو أن المكالمة خارجية، بس بتوصيل عن طريق هذا الرقم السعودي لهجة سورية تركية. فتكلمني تقول لي انت طلبت مني اسوي لك محفظه استثماريه واحنا بنتداول في العالم. قمت قفلت، دقت علي مره ثانيه: استاذ سعيد احنا بنسوي لك محفظه استثماريه. قمت قفلت، دقت علي مره ثالثه، قالت لي انت اللي طلبت هذا الشيء، ليش بتقفل؟ انت اللي طلبت هذا الشيء، وانا راح ارسل لك على الواتس اثبات انه انت اللي طلبت. طبعا ايش حترسل لي؟ حترسل لي رابط، حتقول لي شوف انت اللي طلبت، تفتح الرابط شوف المحادثات اللي بيني وبينك. في هذه الحالة مباشرة اخترقت جهازي. الحذر ايها الاخوة، حذروا المعلمين، ايضا حذروا اهاليكم. الان عملية الاختراق تعرفون نحن في حذر، نسأل الله عز وجل ان يقينا شر الفتن وشر الامراض. فهم عارفين الآن أننا العالم كله في حظر، فهم بدأوا يستغلون هذه النقطة بكثرة هذه الأيام، لأنه عارفين أن فعلا قد يحتاج لك أي زميل أو صديق أو قريب أنك تحول له مبلغ، بحكم أنه في الحظر، بحكم أنه ما في أعمال، بحكم أن بعضهم غير موظف. فالحذر الحذر يا أخوان، وأنتم خير من يعين على ذلك، وشكرا لكم جميعا. ترى ما سمعتك، ايش تقول؟ ايش؟ الو تقول ايش؟ اقول حضرتك مسجل بياناتك لهدف الاستثمار في السوق العالمي عن طريق المؤسسه العامه للتقاعد، صح؟ مسجلها انا متى؟ يعني الكترونيا ولا كيف؟ مسجل بياناتك ممكن تكون امس. اي، وانتم من وين تكلموا؟ انتم اي جهه؟ هلا؟ انتم اي جهه تكلموا؟ انتم اي جهه؟ انت مصلحه التقاعد؟ انا اكلمك من هيئه الوساطه السعوديه. اي، هيئه الوساطه السعوديه هي تابعه لاي اداره هذه يا ابوي؟ تابعه لوين؟ تابعه لاي اداره؟ يعني هيئه سوق المال، تبع الداخليه، تبع اي اداره هذه؟ هيئه سوق المال. هيئه سوق المال ما عندها اداره اسمها الوساطه. هلا؟ انا شغال فيها، ما عندنا احنا اداره اسمها الوساطه الماليه. نحن هيئه الوساطه السعوديه. الو، كذابين لعابين، لعنه الله عليكم. احذروا منهم يا اخوان، احذروا من العينات. مصلحه التقاعد مسجل وما ادري عارف ايش. الحذر الحذر، الله يكفانا شرهم.